السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في القناة. فيديو جديد ووصفة جديدة. تنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية. واليوم إن شاء الله غنعطيكم بديل الشباكية وبنكهة وبمذاق الشباكية تيجيو أروع ما يكون. رغيفات سهلين في التحضير، تيجيو مجعبين كيف تلاحظوا. سمعوا لي القرمشة، وأهم حاجة هي القرمشة وديك التعليكة اللي تتجي في الوسط. تيجيو رائعين اقتصاديين، والاهم في هادشي كله انهم ما تيشدوا لينا لا اليد ولا الوقت، تيوجدوا بسرعه. لاول مره يشوف القناه مرحبا به والف مرحبا به. وعلى بركه الله ناكل ما نحتاج. احتاجيت 2 الكيسان عامرين مزيان، يعني ممسوحين، ديال الطحين اي الدقيق الابيض. نضيف عليهم نصف ملعقه ديال الملح، معلقه كبيره مخلطه ما بين نافع وحبه حلاوه، و2 المعالق كبار ديال الزنجلان محمر ومطحون، ومعلقه صغيره ديال القرفه. صافي هنا غادي نخلط كلشي مزيان غير بالملعقه على هذا الشكل هذا. بعدها غنزيد ليهم 2 المعالق ديال الزيت. هنا فرا ما نحتاجوش الزبده وحتى الخميره ديال الحلوى اولا الخميره ديال الخبز. غنزيد عليهم معلقه ديال الخل. هنا انا استعملت الخل الابيض، ولا متوفر لكم الصفر فتقدروا حتى هو تخدموا به. ففي هذه الوصفه هذه فراه ما كاينش فرق. صافي وغادي نخلط كلشي مزيان، وغنزيد عليهم 4 كاس ديال ماء الزهر، وغادي نستمر بالتخلاط. وبعدها غادي ندوز هكا باش نجمعها ونلمها غير بالماء، الماء عادي من الروبيني. صافي تنبقى نجمعها بهذا الشكل هذا، تنضيف غير شويه بشويه وانا تندلك وتنعجن. المهم هنا ما تعطيوهاش الماء بزاف باش ما تجراش لكم، خاصها تجينا على هذا الشكل هذا مطاطيه ومدلوكه في هذا القوام هذا. وبالنسبه للكميه ديال الماء اللي هزات معايا، فهزت معايا نص كاس بالعبار ديال كاس العنبه. صافي وغادي نقطعها ل3 ديال الكرات، وكيف تشوفوا راها مطاطيه ومدلوكه مزيان. ومباشره غندوز باش نخدم بها. وعفوا دوك الكرات اللي بقاو ضروري ما تغطيوهم باش ما ينشفوش ليكم. صافي هنا غادي نرش سطح العمل بالنشا اولا بالطحين باش ما بغيتو. صافي وغادي ندوز باش نطلق ديك الكره بالمدلك. المهم رقوها مزيان، خاصهم ديالها يجينا رقيق بزاف. صافي وغادي ندوز هكا باش نقطع ليها الجناب بالجراره باش يجينا في هذاك التشناف ويجيو زوينين. صافي قطعوا ليها الجناب حتى تحصلوا هكا على مربع اللي يكون مقاد كيف تشوفوا السمك ديالها. صافي وغادي ندوز هنا باش نقطع الاشرطه. هنا عينكم ميزانكم، ديروهم قد ما بغيتوا. انا تنحاول هكا نديرهم شويه عراض، شوفوا الشكل ديالهم. صافي وتنسرحهم في واحد الصفيحه ديال الفرن اولا شي بلاطو. المهم سرحوهم وبعدوهم شويه على بعضياتهم باش ما يلتصقوش ليكم. وبنفس الطريقه غادي نكمل. وبالنسبه لدوك الجنيبات اللي تنحيدو، فرا تنزيدهم هكا في دوك الكرات اللي بقاو في التحت، وتنعاود نطلقهم باش ما يضيعوش لينا وفي نفس الوقت ما ينشفوش. صافي وفاش تنطلق ديك الكره مزيان كيف تشوفوا راه الجهد اللي تيبان منها سطح العمل. صافي تنحيد ليها هكا الجنيبات وتندوز باش نقطع. وكيف تشوفوا الاشرطه راه تقطع عشوائي ما كاينش العبار. صافي على هذا الشكل هذا. واي شريط حيدته فمن طبيعه الحال تنغطيهم بهذا الشكل هذا كيف قلت لكم باش ما ينشفوش. ودوك الجنيبات اللي بقاو فصايبت منهم هاد الحبه ديال الشباكيه باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش يجي. وبان بامكانكم بهذا الخليط هذا تقدروا تصايبوا حتى الشباكيه. وهنا بعد ما سخن الزيت مزيان فحطيت هكا الشريط قنيته منه، وتنبقى هكا نرمي عليه الزيت حتى يطلعوا فيه دوك النبايل ودوك الفقاعات، وتنحسوا به طاب شويه. صافي وتنطوي وتنبقى نرمي عليه في الزيت هكا بديك الملعقه. المهم حتى طيب مزيان باش ما تجيكمش معجنه من الداخل الرغيفه ديالكم. طريقه جد سهله وبسيطه. صافي وتتقلبوها. وبالنسبه لداك الطريف اللي تيبقى ديال العجين فراه تديروه هو التحتاني على هذا الشكل هذا. وحاولوا تجمعوها مزيان باش ما تحلش ليكم ولا تنفخات لكم من داك القنيت. حاولوا هكا تقبوها. صافي وتسدوها. وفاش تحمروا الذهب على هذا الشكل ما تحمروهمش عفوا بزاف، غير يذهبوا وحيدوهم. صافي وخليوهم يتسقطروا اولا طفيوهم في العسل. صافي وغادي نستمر بنفس الطريقه. فتنوضع القنت ديال العجينه هو الاول، تنبقى نرش عليه في الزيت وتنطوي. ما حدو تيخرج في النبايل وانا تنطوي. طريقه سهله لاول مره كاع يجربها، انا متاكده غتصدق معاكم.
نعاود معكم هذه. هانتوما شوفوا وضعت غير قنيته، رشيت عليها الزيت حتى تنفخات على هذا الشكل هذا، وغادي نعاود مازال نطوي بديك مساعده ديال ديك الملعقه. تنبقاو نرشوا الزيت وفي نفس الوقت تنطويو صافي، وتنجمعها على هذا الشكل هذا صافي، وتنقلبها وتنبقى نرش عليها بالزيت حتى تذهب على هذا الشكل هذا صافي، وتنوقفها في ديك الصفايه باش تسقطر لينا مزيان من الزيت وما تبقاش هازه معنا كميه كبيره صافي. وفاش تنسالي تنتحصلوا على هذه النتيجه هذه. شوفوا كيفاش تيجيو رائعين مقرمشين. فإلا ما بغيتوش تعسلوهم فرا تقدروا تاكلوهم حتى هكا، تيجيو لذاذ بزاف كيف قلت لكم، بمذاق ونكهه الشباكيه. شوفوا ديك الحبه اللي صايبت معكم كيفاش تجي، هذيك طفيتها في العسل صافي، والعسل هنا راه سخنت واحد شويه صافي. وغادي ندوز باش ندهن بيه دوك الرغيفات هكا في الجوانب في القناه. بالنسبه لهاد الطريقه هذه فرا الحلاوه تجي هي هذيك، ما تيجيوش حلوين بزاف، تيجي المذاق ديالهم معتدل وزوين بزاف. وكيف ذكرت لكم فلا بغيتوا تطفيوهم في العسل فتقدروا تطفيوهم في العسل، الاختيار تيبقى ديالكم صافي. وغادي نستمر حتى ندهنهم كلهم بنفس الطريقه. وفاش غادي نكملهم غادي نزينهم برقائق اللوز، وتقدروا تزينوا غير بالزنجلان الا ما متوفرش لكم رقائق اللوز، او لا باللوز مهرمش اللي كان مهم راه تيزيدهم لذه على لذه. وشوفوا ديك الحبه كيفاش تجي، فرا تجي مجعبه من الداخل ومشربه العسل. فصايبتها هذه تعمدت باش نصايب غير وحده، غير باش تشوفوا بان هذا الخليط هذا تقدروا تستغلوه وتعتمدوه حتى الا بغيتوا تصايبوا الشباكيه وما بغيتوش تصايبوا غير رغيفات صافي. تيجيونا على هذا الشكل هذا كلهم مجعبين ومهويين، والاهم في هذا الشيء كله انهم تيجيو مقرمشين ولذاذ بزاف وتيصبروا معنا وقت طويل. فبالنسبه حتى للمبتدئات يقدروا يجربوا هذه الوصفه فما غتوحلوش فيها. سمعوا لي القرمشه كيفاش دايره، وهذه اهم حاجه في الوصفه. تيجيو معلكين ورائعين. تنتمنى فعلا انكم تجربوا هذه الوصفه حيت تستحق التجربه. كيف تتشوفوا المراحل جد بسيطه ومضبوطين، وغنخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف، ما عليكم الا تهبطوا تاخذوها حتى تجربوا الوصفه. ولاول مره يشوف القناه مرحبا به والف مرحبا به. نتمنى تشاركوا الا كنتوا جداد وتفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وما بقى ليا الا نضرب لكم موعد الفيديو قادم بحول الله مع وصفه جديده ان كان في العمر بقيه. السلام عليكم.